دخلنا بقى في سلسلة الأكلات الاقتصادية اللي مش هتعدي ال100 جنيه. والنهاردة هنعمل مع بعض فطيرة البطاطس اللذيذة اللي بطعم رهيب ومكونات بسيطة جدا، هتنفع لغدا أو لعشاء. انزلوا بقى ب2.5 كوب من الدقيق وعليهم كيس خميرة ومعلقة كبيرة سكر وكمان رشة ملح. قلبوا بقى كل المواد الجافة مع بعضيها وانزلوا ب3 معالق كبار زيت، وكمان انزلوا بكوباية الا ربع مية دافية، وطبعا ممكن تاخد اقل او اكتر شوية، ده طبعا على حسب الدقيق اللي انت حطاه. سيبيها بقى تخمر لمدة ساعة الا ربع، نكون قشرنا البطاطس وسلقناها. هاتوا بقى 3 حبات بطاطس متوسطين الحجم وقطعوها مكعبات، اسلقوها، وبعد ما تتسلق انزلوا عليها بمكعب زبدة كبير شوية، ودول معلقتين كبار من هريسة الشطة اللي انا عاملاها، وهنزل لكم لينك الوصفة في صندوق الوصف. حطوا بقى معلقة صغيرة من الملح وهرسوا ده كله مع بعضه. هاتوا بقى العجينة بتاعتكم وادوها بوكس كده، بس اوعوا تعجنوها مرة تانية. انزلي بقى بشوية دقيق وانزلي بالعجينة كده مرة واحدة بأطراف صوابعك، بقى افردي العجينة كده وعلى شكل دايرة، وانزلي عليها ب3/4 كمية البطاطس اللي احنا عملناها. انا طبعا كبالكم الاسعار على الشاشة. انزلوا بقى بأقل من ربع كيلو جبنة موتزاريلا معاهم، ونوعية الجبنة دي كانت الحمد. ابدأي لمي العجينة كده بقى من الأطراف وكوريها بقى على شكل كورة. وأول لما نلم العجينة بتاعتنا بقى هنجيب صينية مدهونة بزيت، وهنبدأ طبعا نفرد العجينة فيها. وابدأوا بقى اغرزوا صوابعكم كده من الأطراف زي ما أنا عاملة في الفيديو بالظبط، وكمان شكليها من النص على شكل مربعات. هاتوا بقى بولة وحطوا فيها بيضاية وكمان طرف المعلقة خل، يعني حوالي ربع معلقة. رجوا بقى البيضاية كده مع بعضيها ودهني بيها الوش، ورشة سمسم ورشة حبة البركة ده للتزيين. هاتوا بقى بولة تانية وانزلوا فيها بمعلقة صغيرة بقدونس، معلقة صغيرة توم، وكمان معلقتين كبار من الزبدة. وبعد طبعا ما دخلنا الفطيرة على درجة حرارة 250، واول لما تاخد لون من فوق ومن تحت ذهبي هنطفي عليها. هنخرجها بقى وندهنها بخليط الزبدة والثوم والبقدونس، وهنسيبها بالظبط 10 دقايق تهدى بس من السخونية. وابدأي بقى قطعيها زي المثلثات زي البيتزا او مربعات زي ما انت عايزة. والله من جمالها اللي هتعمليها كل يوم. الفطيرة بقى دي تكفي 4 اشخاص، وان كنتوا فاكرين ان هي خفيفة، لا، الحشوة واصلة لغاية الاطراف وتقيلة جدا. وكالعادة يا سادة ما تنسوش اللايك الجميل وتصلوا على النبي.